كشف المفتري عبد الحميد النجدي لم يصل إلى درجة الجحود. فمن هو الناصبي إذا؟ لا، هنا بحث آخر. الناصبي حتى الناس يربطوا هذا. نعم، الناصبي نحن نفرق بين أهل السنة وهم المذاهب الأربعة على مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة. هؤلاء المذاهب الأربعة هم أهل السنة، ونحن هؤلاء نحترمهم ونجلهم ونميز بينهم وبين الحركات التي صنعت حديثا في القرن السابع عشر كالحركات البهائية والوهابية وما شاكل ذلك. هذه الحركات التي أنشئت وبفعل أعداء الأمة الإسلامية أنشأوا هذه الحركات لضرب الإسلام من الداخل. يعني هم قالوا نريد أن نلغي المذاهب حركة الوهابية، ولكنهم هم أحدثوا مذهبا جديدا يكفر المذاهب الأخرى. يعني الوهابية لا تقتصر تكفيرها على الشيعة وأهل البيت، بعضهم يتلو الآخر. أما معنى النصب، أهل السنة لا ينصبون العداء والعياذ بالله لأهل البيت. النواصب كالخوارج، الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي ونصبوا لأهل البيت العداء. وكل إنسان ينصب العداء لأهل البيت فهو منافق بنص صحيح مسلم، حيث يقول للإمام علي مخاطبا إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، في صحيح مسلم. يعني مش كل أهل السنة محبون لعلي؟ نعم، كلهم محبون. نحن نتكلم عن النواصب. النواصب غير أهل السنة. النواصب هم الذين ينصبون العداء، وهؤلاء خارجون عن الإسلام. وفي صحيح البخاري وصف الخوارج لا تتكلم يمرقون من الدين كالخوارج، يمرقون من الدين كيزيد وأمثاله، وإذا أنت أيضا نصبت كأمثالك أيضا. يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. إذا تجرأت على أهل البيت فأنت ناصبي وتكفر وتكون نجسا. نعم، هذه عقيدتنا بالنواصب. فيقول يمرقون من الدين، أنت وليس السنة يحبون أهل البيت. يمرقون من الدين كمروق السهم. نعم، إذا أنت نصبت العداء للبيت فنحن أنت تحب أهل البيت. 15 دقيقة وهو يهزي. خليني أنا لا تحب أهل البيت. أنا أتقرب إلى الله وهذه أخلاق أهل البيت بريئون. استعمل بالأمس كلمة الناصب على الخوارج. لنرى ماذا يقول كتب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية عن الناصب. هم يعتبرون كل علماء السنة النواصب. ما دليلك؟ الدليل يقول حسين الدرازي: كما تطلب مني الدليل وجزاك الله خيرا، اطلب من صاحبي دائما الدليل أي المصدر. في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية صفحة 145 و147 إلى 147. وأما معناه الذي دلت عليه الأخبار فهو ما قدمناه، هو تقديم غير علي عليه السلام على ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إليه، يعني علي بن محمد عليه السلام، عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقييم الجبت والطاغوت أي أبو بكر وعمر واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. طيب، هذا مرجع واحد. وأما في شرح نهج البلاغة للراوندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الناصب بعده قال: من يقدم على علي غيره، إلى أن قال: بل إن أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال لهم عندهم سنيا. المحاسن النفسانية مرة أخرى في أجوبة المسائل الخراسانية صفحة 145 إلى 47. وأما الناصبي شو حكمه أحواله؟ أنه نجس شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية. والشهيد الثاني يقول: فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة للشيعة أهل البيت عليه السلام وتظاهر بالوقوع فيهم، كما هو حال أكثر المخالفين لنا في هذه الأعصار في كل الأمصار. وعلى هذا فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء ونحو ذلك. وهذا المعنى هو الأولى، ويدل عليه من يقول شهيد الثاني مرجع إمام لهم.
وهذا المعنى هو الأولى، ويدل عليه ما رواه صدوق في كتابه إلى الشرائع بإسناد معتبر عن الصادق عليه السلام: ليس الناصب من نسب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنه أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نسب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم شيعتنا. وروي النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة النواصب عندهم يعني تقديم غير علي عليه السلام. أن الناصب هو ما يقال عندهم سنيا، هو من قدم أبا بكر وعمر ويعتقد إمامتهما. والجزائري خاتمة المحدثين يصرح بأن المقصود بالناصب هو من قدم على علي غيره. والصدوق أنا ألخص هذه النقولات، والصدوق يؤيد ذلك، بل يقول تنص على أن الناصب هو من ناصب الشيعة الأداء لا أهل البيت. ويستدل كما ذهب إليه من المقصود بالناصب والسني بإطلاق الأمام على أبي حنيفة أيضا لفظ الناصبي. أبو حنيفة عندهم ناصبي كما هو يقول المذهب الحنفي، وكذا كله كما نعلم تقية. وبل قالوا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أيضا الناصبي، يصف الإمام أحمد أيضا هو من أولاد ذي الصدية جاهل شديد النصب. كتاب الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم. إذن أبو حنيفة ناصبي، أحمد ناصبي، السنة كلهم نواصب. وحتى الخميني يؤيد ذلك أيضا في كتابه تحرير الوسيلة صفحة المجلد الثاني صفحة 333. نعم. ويقول: والخوارج والنواصب ومن أنكر من ضرورية من ضروريات الدين. وأما الخوارج والنواصب يفرق بينهم، الخوارج غير النواصب.